الممثل الشاطر هو اللي يخلّيك تصدّق إنه زعلان بجد وإن الضحكة بتطلع من قلبه. عارفين ليه ده بيحصل؟ الإجابة في حاجة اسمها القدرة على التعاطف أو الempathy. ولو سألنا مين أكتر ناس عندهم التعاطف ده، الإجابة هتبقى طلاب التمثيل. في دراسة شملت طلاب من تخصصات مختلفة زي التمثيل، الرقص، وعلم النفس. اتضح في الدراسة دي إن طلاب التمثيل عندهم مستوى عالي جدا من الاعتراف بمشاعر الآخرين. بمعنى إنك لو حطيت ممثل قدام مشهد فيه تعبيرات معقدة على وشوش الناس، غالبا هيقدر يقراها بشكل أدق وأسرع من غيره. ليه؟ لأن أصلا شغلانته إن هو يحس المشاعر دي ويتفاعل معاها عشان يعرف يوصلها للجمهور. أما طلاب علم النفس فبيتميزوا بحاجة تانية، وهي القلق على رفاهية الآخرين العاطفية. يعني مش بس بيعرفوا يعبروا عن المشاعر دي بيتعرفوا عليها، لكنهم كمان الأكثر اهتماما بمساعدة الناس وتقديم الدعم ليهم. أما طلاب الرقص فبيكونوا الأقل اهتماما بمشاعر الآخرين. ليه؟ لأن فنهم أصلا بيعتمد على التركيز الداخلي وإحساسهم بجسمهم وبالحركة، أكتر من التعبير عن المشاعر دي أو فهمها على مستوى تفاعلي. الدراسة دي كمان أكدت إن طلاب التمثيل بيتميزوا بقدرتهم العالية في التعاطف المعرفي، إنهم يتخيلوا مشاعر الآخرين. بس هم مش الأفضل إنهم يعبروا عن قلقهم بمشاعر الآخرين زي طلاب علم النفس. الدراسة دي أظهرت إن كل مجموعة من الطلاب عندهم استراتيجيات خاصة لفهم واستقبال مشاعر الآخر، لكن اختبارات التعاطف التقليدية ممكن ما تلتقطش كل الجوانب دي بدقة. عشان نفهم التعاطف بشكل أعمق محتاجين نطور اختبارات بتجمع بين كل أشكال التواصل، تعبيرات الوش، لغة الجسد، وحتى ردود الفعل النفسية. التعاطف مش بس اختبار، ده فن إنساني. استنونا في ما وراء التمثيل.